الأخ محمد العبودي يقول: يا شيخ، هل تجوز الإساءة لزوجات النبي صلى الله عليه وآله؟ عزيزي، الإساءة لا تجوز لكل النساء. أولا أخلاقيا ما تصير، ثانيا دينيا يا أخي الكريم، لسائر النساء المؤمنات فضلا عن نساء النبي، فلا تجوز الإساءة والطعن على لسان النبي، هذا مفروغ منها. لكن يا أخي الكريم، يعني أنا أفهم من سؤالك أنه تريد تقارن بين الإساءة وبين القضية التاريخية العقلائية اللي تخلينا ناخذ موقف من بعض أزواج النبي، هذا أمر آخر. لا يا عزيزي، مرة الإساءة، لا طبعا الإساءة والطعن بالأعراض هذا محرم تماما للنساء فضلا عن زوجات النبي، لكن مرة الموقف التاريخي يملي علينا الدليل القرآني، الدليل التاريخي. القرآن يقول: فقد صغت قلوبكما على بعض زوجات النبي، يعني صغت، مالت عن الحق. شوف انت التفاسير. التاريخ ايضا يقول بعض زوجات النبي طلعا وحاربا الامام علي وهو امام زمانه، وذهبت عشرات الاف القتلى، هذا امر اخر. فاحنا يا اخي الكريم منسي والحمد لله، ماكو اساءة زوجات النبي، حاشا وكلا، ولكن احنا نتخذ موقف بحسب ما يملي علينا القرآن الكريم، وبحسب ما يملي العقل، وبحسب ما تلي الوقائع التاريخ. هاي القضية. اما الاساءة فاستغفر الله من الاساءة لزوجات النبي. واللي يسيء يا اخي الكريم هذا ما يمثل الشيعة، اللي يسيء هذا لا يمثل الا نفسه ولا يمثل الشيعة والتشيع.